جهاد النفس هو المعركة الحقيقية التي يخوضها كل إنسان في حياته، معركة ليست ضد عدو خارجي، بل ضد العدو الأقرب، نفسك التي ترافقك في كل لحظة. هذه النفس تميل بطبعها إلى الراحة واللذة السريعة، ولا تميل إلى الجهد والانضباط، وإذا تركتها بلا توجيه أو ضبط ستسحبك شيئا فشيئا نحو ما يضرك في حياتك ودينك، حتى تجد نفسك عبدا لشهواتك دون أن تشعر. وهنا يبرز السؤال: ما هي المشكلة؟ المشكلة تبدأ عندما تضعف أمام شهوة أو عادة سيئة وتستجيب لها فورا دون أن تتوقف للتفكير أو توازن بين العواقب والمنافع. في هذه اللحظة لم تعد أنت القائد، بل أصبحت النفس هي التي تقودك. وعبادة النفس لا تعني أن تسجد لها، بل أن تجعل رغباتك الشخصية هي الحكم النهائي في قراراتك، حتى لو كانت مخالفة للعقل أو للمنطق أو للمبادئ التي تؤمن بها. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر: لماذا التحكم في النفس مهم؟ لأن الشهوة إذا لم تضبط يمكن أن تدمر العلاقات، وتضيع الصحة، وتضعف الإرادة، وتبعد الإنسان عن طاعة الله. أما من ينجح في جهاد نفسه فهو أكثر قوة، وأكثر حرية، وأكثر قدرة على النجاح في الحياة. وبعد أن فهمنا أهمية هذا الأمر، يبقى السؤال العملي: كيف تبدأ جهاد النفس؟ أولاً، الوعي بالمشكلة. ابدأ بالجلوس مع نفسك جلسة صدق، وحاول أن تكون صريحاً تماماً. اسأل نفسك: ما هي الشهوات أو العادات التي تتحكم في أكثر من غيرها؟ قد تكون نظرة محرمة، أو عادة سرية، أو إفراط في الأكل، أو إدمان هاتف أو مواقع تواصل. هذا الوعي هو أول خطوة، لأنك لا تستطيع علاج ما لا تعرفه. دون هذه النقاط أمامك حتى تكون واضحة لك. ثانياً، وضع ضوابط لحياتك هو أول خطوة نحو القوة والسيطرة، لأن النفس مثل الطفل، إذا تركته أمام الحلوى بلا رقابة سيأكل حتى يمرض. كذلك أنت، إذا تركت نفسك أمام الفتنة بلا حواجز ستسقط بسهولة. لذلك ضع لنفسك ضوابط. ثالثاً، البحث عن البدائل النافعة. عندما تحاول ترك عادة سيئة أو شهوة تتحكم فيك، لا تترك نفسك تواجه الفراغ دون بديل، لأن الفراغ في حياتك قد يملأه شيء آخر قد يكون أسوأ، أو يجرك للعادة نفسها مرة أخرى. لذلك من المهم أن تجد نشاطات أو عادات جديدة تشبع رغباتك النفسية والجسدية بطريقة صحية. يمكنك مثلا أن تبدأ بممارسة الرياضة، فهي ليست فقط تنشط جسمك، بل تفرز مواد كيميائية في دماغك تجعلك تشعر بالسعادة والراحة. أو يمكنك تعلم مهارة جديدة مثل إتقان لغة أخرى أو ممارسة هواية كالرسم، فالمهارات الجديدة توسع آفاقك وتزيد من فرصك وتمنحك شعورا بالإنجاز. هذا يشغلك ذهنيا ويعطيك هدفا تطمح إليه. القراءة أيضا خيار ممتاز، خاصة الكتب التي توسع مداركك وتطور مهاراتك، أو كتب تحفيزية وروحانية تساعدك على تقوية إرادتك. المهم أن تجد نشاطا يملأ وقتك ويمنحك شعورا بالإنجاز، لأن شعور الإنجاز هذا يزرع في نفسك القوة لمقاومة الشهوات والعادات السيئة. كما أن الانشغال بشيء مفيد يجعلك أقل عرضة للملل، والملل هو واحد من أهم أسباب العودة للعادة السيئة. بذلك أنت لا تكتفي بمجرد الامتناع عن الشيء السيء، بل تستبدله بشيء أفضل يغذي عقلك وروحك وجسدك، وهذا هو سر النجاح في جهاد النفس. رابعاً، التدريب على الصبر. الصبر مهارة تكتسب بالتدريب، لا مجرد كلمة تقال. يمكنك أن تتدرب على الصبر عبر الامتناع عن الشيء الذي تحبه لفترة زمنية محددة، أو تأجيل رغبة لديك عمدا حتى تعود أنت المتحكم في وقت إشباعها. هذه التدريبات تبني داخلك قدرة حقيقية على التحكم. خامساً، المحاسبة اليومية في نهاية كل يوم. خذ لنفسك بعض الوقت في مكان هادئ بعيدا عن كل ما يشتت انتباهك. اسأل نفسك بصدق: كيف كان أدائي اليوم؟ هل تمكنت من ضبط نفسي؟ هل التزمت بالخطوات التي وضعتها؟ حاول أن تسجل إجاباتك في دفتر أو مفكرة حتى تتابع تقدمك مع مرور الأيام. إذا شعرت بأنك ضعفت اليوم مقارنة بالأيام السابقة، حاول أن تفهم السبب. هل مررت بموقف صعب تسبب في ضعف إرادتك؟ هل كنت مع أشخاص يشجعونك على عادات غير جيدة؟ أم أنك لم تلتزم بالخطط التي وضعتها؟ فهم هذه الأسباب يساعدك على تجنبها في المستقبل أو الاستعداد لها بشكل أفضل. وإذا لاحظت تحسنا، فتذكر الأسباب التي ساعدتك على ذلك لتكررها. هذه العادة تجعلك تعرف نفسك جيدا، وتساعدك على تصحيح أخطائك بسرعة بدلا من تكرارها دون وعي. سادسا، الاستعانة بالله. مهما كانت قوتك وإرادتك، ستظل بحاجة إلى عون الله أكثر من الدعاء. واطلب من الله أن يعينك على نفسك، فالهداية والثبات بيده. تذكر أن جهاد النفس عبادة،
ومن استعان بالله أعانه. الخلاصة: جهاد النفس ليس مهمة مؤقتة نقوم بها لفترة محددة، بل هو أسلوب حياة مستمر ومتواصل. هو تدريب يومي على ضبط النفس ومقاومة الرغبات التي قد تجرنا بعيدا عن قيمنا وأهدافنا. كلما ربيت نفسك على الانضباط والالتزام، أصبحت أقوى وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة واتخاذ القرارات الصحيحة بثقة وعزم. أما من يترك نفسه بلا جهاد أو وعي، فإنه يسير بلا وعي وراء شهواته ورغباته، ويعيش حياة تشبه العبودية رغم أنه قد يظن نفسه حراً. الحرية الحقيقية تبدأ عندما تسيطر على نفسك، وليس عندما تتركها تتحكم بك. لذا اجعل جهاد النفس رفيق دربك اليومي، فهو السبيل إلى الحكمة والقوة التي تساعدك على النمو والنجاح في كل جوانب حياتك.